السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، واكيد زي ما انتم شايفين هنعمل النهارده الملوخية. ازاي نقطفها وازاي نغسلها وازاي ننشفها وازاي نخزنها مع بعض. فيا جماعة انا هقول لكم دلوقتي ازاي انتوا بتجيبوا الملوخية لما تروحوا تشتروها. بتشتروها ازاي الاول؟ بصوا، انتوا بتجيبوا طبعا ديت ملوخية جايالي متقطفة من الارض كده وجايالي زيارة. بتجيبوا العود كده زي ما انتوا شايفينه، شايفه لونها اخضر كده وحلو ازاي، ما فيهاش اخرام، ما فيهاش اي حاجه نقط سودا ولا اي حاجه. فدي الورقه دي بتجيبيها، وما فيهاش ورد اصفر. يعني لو لقينا الورده في عود تاني كده، انا عندي لقيت الورده الصفراء. لو لقيت الملوخيه فيها الورده الصفراء دي مش تجيبيها، لان دي بتدي مراره في الملوخيه لما بتيجي تعمليها، فتستبعدها خالص. طب اضطريتي جبتي بقى الملوخيه فيها ورد اصفر، بتضطري انك ايه، بتروحي مقطفاها من هنا كده، بتيجي كده من بعيد كده، بعيد عن الورقه الورده الصفراء دي، وتيجي من القلب كده وتقطفيها. القلب ده يا جماعه هو اللي بيبقى فيه العرق بتاع الملوخيه، شايفه اهو. واروح ايه مقطفه القلب وايه واشيل الورق بالراحه، بعيد عن السيقان العود دوت. بشيل الورق كده بقطفه كده زي ما انت شايفه كده. اشيل الورق من حواليها كده، شايفين؟ وادي اهو باجي برده في قلب اهو، اروح شايلاه، وادي كده اروح شايله، وكده واروح شايله اهي. طب انا دلوقتي لقيت في ورقه اهي فيها لطع سمره، دي بقى طبعا بستبعدها، ما بحطهاش. انا بحاول انقي الورقه ايه الحلو. تمام. بس اهي زي ما انتوا قلتوا اهي، زي ما انا اهي قايله لكم. بصوا، ادي القلب اهو. باجي كده بجيب العود كده، ادي الملوخيه بتاعتي حلوه اهي، ما فيهاش اخرام. لقيت زي عود زي ده فيه خرم، بشيله عشان ده الناموس باكله. واروح جايبه، شايفين القلب اهو؟ القلب باجي من هنا واروح شايله من هنا كده. ادي القلب اهو، ادي اهو زي ما انتوا شايفينه اهوت. ده باخده القلب ده هو يا جماعه اللي فيه العرق الملوخيه. تمام. لما باجي اعملها بيديني العرق الملوخيه. واجي هنا من حواليها كده بقطع ايه الورقه من غير ايه السيقان اللي هي العود بتاعها. شايفين اهي؟ اهي باجي كده برضو. طب الورقه دي مش حلوه ما اخدهاش. وانا بقطف كده بحاول اميز الورقه الحلوه من الوحش. تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو. ادي الملوخيه بتاعتي اهي. بجيب برضو ادي الورده اهي، القلب. باجي القلب كده زي ما انتوا شايفينه، واروح ايه قطعاه، ومن حواليها كده واروح جايبه ايه الورق الاخضر الحلو. تمام. وطول ما انا بقطف بشوف ايه الورقه الحلوه واقطفها. شايفين يا جماعه؟ ادي اهو بجيب القلب اهو، اهو وبجيب القلب كده وايه وبقطف. وطبعا بخلي ايه اللي بقطفه بخليه في حته بجنب، واللي ايه والسليم في جنب، عشان ايه يميز لي من اللي انا قطفته من اللي انا ايه ما قطفتوش. اقطف الملوخيه انا هقطفها بقى مع نفسي، وبعد كده هرجع لكم بقى ايه اوريكم ازاي بنغسلها، وبعد كده بننشفها ازاي. تمام. بقى ميه في الحله ديت او في الطبق دوت، ميه كتيره كده عشان اغمرها ايه في الطبق بتاعي. الطبق يكون واسع عشان يقدر ياخد ايه الملوخيه، والميه ايه كتيره بغمر فيها. بقعد اغسل في الملوخيه دي يا جماعه مره واتنين وتلاته، لو حتى وصلت ايه ل7 مرات. اهم حاجه برضه بغسلها بشوف كده يمكن انا ايه قطفتها برضه في ورقه مش حلوه ولا اي حاجه. المهم انا ايه ادي ايه شلتها معاكم اهي كلها اهي. بصوا يا جماعه انا رجعت لكم تاني اهي. الرمله لما بتنزل بقى في الطبق هنا في الميه اهي، شوفوا يبقى كده ايه لسه الملوخيه كده عايزه تتغسل تاني. يا جماعه رجعنا لكم تاني بعد ما غسلنا الملوخيه وسيبناها بقى ايه تتصفى ربع ساعه كده في الطبق. بعد كده جبنا فوطه عندنا نظيفه او ملايه نظيفه زي ما انتوا شايفينها كده اهوت، وفردنا عليها الملوخيه وايه، ونروح منشفين. بنمسك الفوطه او الملايه نعمل كده عليها، نضغط عليها كده زي ما انتوا شايفينها كده شويه كده. وبعد كده عادي بنسيبها تحت بقى ايه مروحه ننشفها، او لو ما عندناش مروحه تحطيها في بلكونه تكون هاويه بس بعيده عن الشمس. تمام. وبعيده عن ايه عن الاتربه. وبنسيبها كده اي ساعه، وكل 10 دقايق بنقعد نقلب فيها. تمام يا جماعه. انا هسيبها تنشف وهرجع لكم بقى عشان نشوف بقى طريقه التخزين بتاعتها. لكم تاني يا جماعه عايزه اقول لكم برده، لو انت مستعجله وعايزه تعملي الملوخيه على طول، تروحي جايبه الملوخيه بتاعتك كده، تقعدي تبرمي كده بتنشفي فيها، يعني بتسرعي عمليه ايه النشفان كده كده. مرن الفوطه بتاعتك حلوه بتنشف الحاجه. بصي كده كده، ده بتلاقيها بقى نشفت كده. تكرري العمليه دي لغايه ما تحسي ان الملوخيه بتاعتك نشفت. ده لو انت مستعجله. مش مستعجله بتحطها بقى تحت ايه المروحه بتاعتك. تمام. تاني يا جماعه حابه اقول لكم عليها،
انت بقى مستعجله خالص وتريحي بقى دماغك من التعب ده كله، في حاجه اسمها نشافه الملوخيه. نشافه الملوخيه اهي جميل. النشافه دي بتاخد لها نص كيلو ملوخيه، واقعد ايه برضو كده اروح ماسكاها كده واقعد الف كده ايه بالاكره كده فيها. عايزه اقول لكم حاجه، الاختراع ده حاجه جميله جدا، بتنشف لي الملوخيه خلال 5 دقايق، وبعد كده ببتدي اطبخها وانت عايزه تريحي دماغك. مش عندك طبعا قلت لك على الطريقه التنشيف، انا قلت لك كده 3 مراحل للتنشيف. انا هنشفها وهرجع لكم تاني. خلال 5 دقايق ال2 كيلو ملوخيه نشفوا معايا المنشفه بتاعه الملوخيه اللي هي ديت انا قلت لكم عليها اهي، اخر حبه اهمت. وطبعا نعرف ازاي انها نشفت، مفيش اي ميه نزلت معانا هنا نضيفه اهي، مفيش. هنحطهم كده. عايزه اقول لكم اختراع حلو خالص بجد جميل جدا يا جماعه. دي الملوخيه بتاعتي اهي، هبتدي بقى اخزنها. انا بخزنها كده بعد ما نشف كده، ورقها كده سليم زي ما هو كده، بخزنها في الكيس كده، وباخد ايه على عدد الاسره بتاعتي الكميه اللي هتكفيني في كل طبخه. عايزه اقول لكم بتفضل معايا من السنه للسنه. وبس شرط يا جماعه ان كنتوا تطلعوها من الفريزر تخرطوها على طول بالمخرطه او محضره الطعام بتاعتكم، تخرطوها على طول. وبعد ما تخرطوها على طول بتروحوا منزلينها في الشوربه عندكم وهي مغليه عشان ما تسودش معاكم. لو انتوا طلعتوها وسبتوها بره هتسود، لازم تطلعوها من الفريزر بسرعه وتخرطوها او ايه تفرموها في محضره ايه الطعام حسب ما انتوا عايزين. وبعد كده بتنزلوها في الشوربه على طول وهي مغليه. تمام. شوفوا انا كده طلعت منها الهواء، حطيت كده الكميه بتاعتي اللي تناسبني وطلع كده، شايفين الهواء طلع منها كده. واروح بقى ايه لفه الكيس كده حواليها كده اهو، شايفين يا جماعه اهوت ادي الهواء طلع اهو، ولف الكيس كده. وطبعا الكميه دي كلها احطها في اكياس واحطها فوق بعض واحطها في الفريزر. ادي يا جماعه الملوخيه بتاعتنا اهي، حطيناها في الكيس وقفلنا عليها كويس عشان ايه ما تلقطش اي ريحه من الفريزر اهيت. وهنحطها من السنه للسنه، وقت ما نيجي نطلعها على طول زي ما قلت لكم هنخرطها بالمخرطه او نحطها ايه في الكبه بتاعتنا حسب ما انت تفضليه تخرطيها. وبعد كده اول ما نخرطها على طول بننزلها في الشوربه عندنا المغليه. اهم حاجه ما نسيبهاش اول ما تطلع من الفريزر نسيبها تفك، لا تشتغلي بها على طول تخرطيها وتحطها في الايه في الشوربه عندك المغليه عشان ما تسودش معاكي. ان شاء الله يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تكتبوا لنا كومنت في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.